بالنسبه للاسماعيلي وتعمدوا على اللعب المباشر، وفي انا الواحد مش متعود عليه الاسماعيلي، لكن بطريقه اللعب الدفاع نتاع المنافس كانت فيها فائده، لان اي كره تروح على طول لورس الحربه جودوين اللي هو موجود قدام ديما يلعب فرد خط مع الدفاع، واي كره زي كره الهدف هذايا ما يحسنش التمركز نتاعو والتغطيه نتاعو الدفاع تصير فيها فرصه هدف، لكن تصير متوسط للغايه، ما فيه ريتم، ما فيه جمل تكتيكيه واضحه، الا شفنا من هارتلاك اللي يلعب اكثر كره قصيره لكن ببطء. شفنا زاد حاجه ايجابيه بالنسبه التفوق العادي الاسماعيلي وقت اللي الكره تتعدى من وسط الميدان وتلمس الخط الدفاعي تحس بها واللي فيها خطر، وهذا اكيد ممكن الفريق مش متعود يلعب بزوز محور دفاع من الوراء اللي هو يغطي، واليوم شفنا اللي كل كره تلمس الخط الخلفي تحس بها اللي فما خطوره على حارس المرمى نتاع الاسماعيلي. وهذا يدل ربما كابتن محمد ان فوتا مدرب الفريق تعامل مع هذه المباراه بشكل مش دي الفرقه او مش ده الاسلوب اللي لعب بيه في فرج في مباراه النادي الاهلي تحت الراسين وبيوزع كور كويسه للراسين الحربه. النهارده هو معتمد فيه في الباك ليفت عشان يعمل زياده عدديه في نص ملعب الاسماعيلي، وده اللي شفناه يمكن الشحات وساعات عمرو السوليه اللي بيلعب قدام وسط. انا شايف ان فرقه هاردلاند بتلعب على الخط ده باي حاجه من الاسلوب السهل جدا، ممكن 1 2 ممكن كور عرضيه، ممكن حد يروح لوحده، لكن الاسماعيلي فرديه. المجموعه اللي موجوده اغلبيتهم كانوا بيلعبوا يا سيرد باك يا اما بيلعب باك ليفت اللي هو عبد الله الشحات